خليني أقول لك الحقيقة من غير لف كتير. أول خطوة عمرها ما كانت المشكلة دايما إنك واقف قبلها وبتفكر زيادة، تفتكر لحد ما الحلم يهدى والحماس يبرد والوقت يعدي وإنت لسه واقف في نفس المكان. مش عشان إنت ضعيف خالص ولا عشان مش فاهم، لكن علشان محدش قالك إن البداية مش محتاجة شجاعة، محتاجة إنك تسكت الصوت اللي في دماغك شوية. في ناس كتير قوي كانت مستنية اللحظة اللي تحس فيها إنها جاهزة، اللحظة اللي تقول دلوقتي تمام. بس الحقيقة اللحظة دي ما بتجيش خالص. اللي بيجي هو وقت بيعدي وأحلام بتتأجل وأعذار بتتبدل، ونفس الإحساس بيكبر جواك. وأوقات الخوف من البداية أكبر من خوف إنك تفضل مكانك. انتوا أكيد عارفين إن إحنا هنا في أنتيكا بنحكي عشان نفهم نفسنا مش نحكم عليها. فيلا بينا نكمل الحلقة. اللي محدش قالهولك إن أغلب الناس اللي بدأت ما كانتش واثقة، ما كانتش شايفة الصورة ولا فاهمة الطريق ولا ضامنة النتيجة. كانت بتجرب وتغلط وتتكسف شوية وترجع تاني، مش عشان هم أقوى خالص، لكن علشان قبلوا الفكرة إنهم يبانوا مش كاملين. وأوقات قبولك إنك مش جاهز بيكون أول مرة تبقى ساعتها صادق مع نفسك. خليني أقولك إن الحكاية فيها مفاجآت وحاجات أنت مش أخد بالك منها. إنك فاكر إن البداية لازم تبقى قوية وواضحة ومبهرة، بس الحقيقة إن أغلب البدايات كانت باهتة، مفيش تسويق ولا تشجيع ولا حتى واخد باله. الفرق الوحيد إنهم كملوا يوم كمان. وقت اليوم اللي بعد البداية أهم من البداية نفسها. لو مستني تحس بالثقة علشان تبدأ، هتفضل مستني الثقة. مش بتيجي قبل الحركة خالص، الثقة بتيجي بعدها، بعد ما تتحرك وتغلط وتقوم وتكتشف إنك لسه واقف، مش بطل ولا خارج بس واقف. وأوقات إنك تفضل واقف أحسن من إنك تفضل بتحلم. واللي محدش قالهولك عن البداية إنها مش لحظة عظيمة، هي لحظة هادية تقول فيها أنا هبدأ، حتى لو مش مطمن من اللحظة دي. مش كل حاجة هتبقى سهلة، بس على الأقل مش هتفضل مكانك. ومن هنا هنحكي الحاجات اللي محدش قالها لنا قبل كده، مش عشان نعلم ولا نوجه، لكن علشان نبقى صادقين مع نفسنا شوية. الحلقة اللي جاية اللي محدش قالهولك عن الحماس وليه عمره ما كان كمل مع حد. فقابلكم الحلقة الجاية. سلام.